سيدنا الشيخ كان دايما يقول لنا اللي عايز ربنا يوسع عليه في حاجة يجمع النية كده في الحاجة اللي هو عايزها ويقول على السبحة ورد يومي يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني 100 مرة. سيدنا الشيخ كان دايما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء وأوصى بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سأل به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ. النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء وأوصى بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سأل به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ. النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء وأوصى بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سأل به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ. النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء وأوصى بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء.